اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: نادي الزمالك يعلن عن حضور اجتماع اتحاد الكوره والرابطه للمطالبه بعدم مشاركه زيزو مع الاهلي في كاس العالم. اعلن الزمالك عن حضور اجتماع اتحاد الكوره والرابطه المقرر له اليوم الاثنين في اتحاد الكوره في المقر الجديد في اكتوبر. من المقرر ان يحضر الاجتماع هشام نصر نائب الرئيس. نادي الزمالك سيعود للاجتماع للمطالبة أولا بحرمان زيزو من التواجد مع الأهلي في المونديال لأن عقده ممتد حتى يوم 1 يوليو. خبرنا الثاني: الأهلي يعلنها لن نفرط في طاهر محمد طاهر. أكد النادي الأهلي على أن كل ما يقال بشأن وجود اهتمام من أندية عراقية أو أندية خليجية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر الكلام ده غير صحيح، لأن خوسيه ريبيرو تمسك باستمراره مع الفريق. خبرنا الثالث: الأهلي يعلن عن قميصه الأساسي للموسم القادم. أعلن الأهلي عن قميصه الأساسي للموسم القادم والذي سوف يستهل مشواره به بالمشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا. تواجد أكثر من لاعب بيصوروا بالقميص الجديد زي الشناوي وسام أبو علي محمد هاني بن شرقي إمام عاشور. خبرنا الرابع: شريف إكرامي يعلق على الفوز بدوري أبطال أفريقيا. قال شريف إكرامي: كلمة مبروك ليست كافية للاعبي بيراميدز الأبطال، أول بطولة أفريقية بهذا الحجم في تاريخ النادي. ليس من السهل أبدا على فريق غير جماهيري تحقيق ما تحقق. فخور بلقب دوري الأبطال الرابع في مشواري، لكن الفرحة هذه المرة مختلفة والنجاح له طعم ومعنى آخر. خبرنا الخامس: شوبير يرد على شكوى الزمالك لإيقاف زيزو. قال شوبير: الزمالك عارف كويس ان عقد زيزو ينتهي يوم 5 يونيو مع نهاية الموسم وليس 1 يوليو. النادي الاهلي بقى عارف كويس جدا ان شكوى الزمالك دي ليست لها اي قيمة، وعلى جمهور الاهلي انه يصعد بفريقه في كاس العالم للأندية.